ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ودايما في اتم صحة وحال. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي، وكفتة الحاتي كلنا بنحبها دايما وبنخاف انها تفك مننا. النهارده هنعملها من غير فزلكة ولا كتر مقادير، بأبسط من البساطة هتطلع لكم كفتة متماسكة وهشة، وطعمها وريحتها هتقلب معاكم آخر الشارع. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نعمل شويه كفته حاتي مظبوطين بالملي. في الاول عندي في الكبه بصلتين متوسطين مقطعاهم مكعبات بالشكل ده. انا هعمل معاكم في الفيديو النهارده نص كيلو من اللحمه المفرومه، هستخدم عليهم بصلتين صغيرين متوسطين. ما نزودش البصل عشان الكفته ما تفكش منكم. هنفرم البصل ده فرم ناعم جدا مش فرم خشن، عشان ما يخليش الكفته تفك معاكم. بعد ما فرمنا البصل خلاص بالشكل ده، بعد كده هنجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة، ويا ريت يكون فيها نسبة دسم عشان ده هيخلي الكفتة بتاعتكم طرية مش ناشفة. التوابل اللي بضيفها للكفتة سهلة وبسيطة جدا، مش كتير. بضيف بس رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ما تزودوش توابل عن كده عشان طعم اللحمة ما يضيعش أثناء الأكل. بعد كده البصل اللي فرمناه ببدأ باخد منه جزء كده بإيدي وبعصره كويس جدا من أي كمية مية زيادة. أنا عايزة التفل بس بتاع البصل، لأن لو في أي كمية مية هيخلي برضو الكفتة بتاعتكم تفك معاكم. هنعصر بالشكل ده وهنضيف كل كمية تفل البصل على اللحمة. المية خلاص دي احنا مش محتاجينها كده. بعد كده اهم خطوة او اهم تركة في الكفتة كلها، وهي خطوة العجن دي. بنعجن اللحمة المفرومة مع البصل مع التوابل، بعجنهم كويس جدا كأني بعجن عجينة. عايزاها تتسمغ، تبقى زي العجينة ومتماسكة كويس جدا. كل حاجة تتداخل مع بعض. بنعجنها لمدة 3 ل 4 دقايق لحد ما نتأكد انها تماسكت كويس جدا وبقت كتلة واحدة. هو ده القوام اللي انا عايزاه، زي ما انتوا شايفين مش مفرفتة من بعض، متماسكة زي العجينة. هدخلها التلاجة بس 10 دقايق ترتاح شوية بعد العجن ده، وهنبدأ بعد كده نشكلها مع بعض. هنجيب السيخ بتاع الشوايه ده بتاع الشوي الفحم. بنبدأ بناخد جزء من الكفتة كورة كده صغيرة، وبعجنها الأول بإيدي وبعد كده على السيخ، وببدأ بشكلها بضغط بصوابعي بالشكل ده لحد أما بشكلها صباع كفتة زي ما انتوا شايفين. طبعا لو انتوا هتشوها على الفحم بتحطوها على طول في السيخ دي وبتشوها على الفحم. لو السيخ ده مش متوفر عندكم تقدروا تستخدموا الايد بتاعه المعلقه الخشب او الاعواد بتاعه الشيش طاووق تشكلوا عليها الكفته. طريقة التشكيل اصلا بتاعتها سهلة جدا، ما فيهاش اي صعوبة خالص. كمان هقول لكم لو انتوا عايزين تخزنوها او تفرزوها في الفريزر تخرجوها لوقت الاستخدام كده او وقت زنقة على طول على التسوية. بعد ما بنشكلها بالشكل ده بتحطوها في اطباق فويل وعلى الفريزر. بنخرجها بس قبل وقت التسوية بربع ساعة تاخد درجة حرارة المطبخ، وبعد كده بتسووها بالطريقة العادية جدا سواء على الفحم او في الفرن او حتى على الطاسة من فوق. بتخلصوا تشكيل كل كمية الكفتة بنفس الشكل وبطريقة سهلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي حاجة صعبة. خلصنا تشكيل كل كمية الكفتة. عندي صينية هنا فيها ورقة فويل وعليها الشبكة بتاعتنا اللي متعودين نستخدمها دايما في المشاوي. برص عليها الكفتة بالشكل ده. وعندي الفرن سخن جدا. الكفتة عشان ما تنشفش عايزة الفرن يكون سخن جدا. بدخلها بتاخد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة لحد ما بتاخد اللون الحلو وتبدأ تنزل الدهون بتاعتها، ونبدأ نخرجها مع بعض. الكفتة بتاعتنا خلاص دخلت الفرن. تعالوا نجهز كده طبق التقديم علشان يكون جاهز ان احنا نحط عليه الكفتة وهي تطلع سخنة من الفرن. بنحط اول حاجة عيش شامي كده في الارضية. وطبعا الكفتة ما تنفعش من غير شوية سلطة طحينة يظبطوا الطعم. انا هنا كمان مقطعة بصل احمر شرايح رفيعة بالشكل ده،
وهرش عليه رشه صغيره من السماق. السماق بيليق جدا جدا مع المشويات ومع الكفته. واخر حاجه هرش رشه كده من البقدونس عشان تكمل جمال الطبق. المشاوي بالذات في حاجات كده لازم نقدمها معاها عشان تكمل الطعم. الكفتة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة في الفرن. طبق التقديم بتاعنا خلاص بقى جاهز. تعالوا نخرجها ونشوف شكلها عامل ازاي ونغرفها مع بعض. انا هسيبكم بس تتفرجوا على جمال الكفتة المشوية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. اخدت لون تحفة، مفكتش، ريحتها تجنن، وكمان متماسكة وفي نفس الوقت طرية من جوه. بنبدأ بنرصها كده في طبق التقديم. بتاخدوا كده من العيش اللي عليه البصل والبقدونس، بتحطوا عليه الكفتة وشوية طحينة وتعملوا أحلى ساندوتش كفتة مشوية. من أحلى الوصفات اللي هتجربوها، سهلة وبسيطة من غير كتر مقادير. أتمنى إن وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك وشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واستنوا الفيديوهات اللي جاية. هنعمل لسه وصفات مشاوي ووصفات الحاتي كتيرة جدا. أشوفكم على خير الوصفة الجاية. السلام عليكم.